شخصية لها بريقها الخاص علما وخلقا، تفخر بأنها ابنة الجنوب التي نشأت في أحضان ثورة يوليو. سارت في طريق العلم وحققت أعظم الإنجازات. إنها الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان. ولدت نجوى عبد الحميد سعد الله في 9 يونيو عام 1951 بمحافظة أسوان، وتلقت تعليمها الأولي والثانوي بها. التحقت بكلية البنات جامعة عين شمس، وحصلت على ليسانس الاجتماع عام 1973 بتقدير جيد جدا، وبعدها حصلت على الماجستير بتقدير ممتاز، وفي عام 1987 حصلت على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. تدرجت بالسلك الأكاديمي من معيدة بقسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية بكلية البنات جامعة عين شمس، حتى أصبحت أستاذ مساعد ثم أستاذ ثم وكيلا لكلية الآداب جامعة حلوان للدراسات العليا حتى عام 2006. لها العديد من الأنشطة من خلال عضويتها بالعديد من المنظمات والجمعيات العلمية والمهنية، منها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة، الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، ونقابة المهن الاجتماعية. عملت كأستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالكثير من المعاهد والجامعات المصرية والعربية كأستاذ زائر، ولها عشرات المؤلفات والأبحاث والدراسات الاجتماعية المنشورة في العديد من الدوريات الهامة. إنها الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان. المرأة هي المرأة التي لا يمكن أن تغير المسافات والأزمنة من مكانتها في هذا الوجود، فكل نساء الأرض هن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا، ولا يمكن أن نستثني أي منهن في بناء الحاضر فضلا عن المستقبل. فالمرأة ليست نصف المجتمع، بل هي كل الحياة، حيث تعتبر المرأة مسيرة نضال في الطريق المؤدي للإنسانية. هذا ما أكدت عليه الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد من خلال أبحاثها. الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان. حضرتك ازاي بتشوفي تطور دور الرائدة الريفية وإيه أهمية هذا الدور؟ هي الرائدة الريفية البنت المتعلمة، بنت القرية اللي تقدر تدخل في المناطق اللي مش هنقول فيها وباء، اللي محتاجة تثقيف. يعني تعرف الحالات اللو قوي توصلك إليها، مش هروح أدور. أيوة. هي وسيط بين الباحث، وهي تبع وزارة التضامن الاجتماعي والحاجات زي كده، وتوصل صوت للناس الغلبانه اللي مش قادره ولا تعرف ده مكان فين توصل، ده محتاج اعانه، ده واخد بالك. خصوصا بقى ظهر لك الارمله المعيله، اقول لك ايه بس، اللي جوزها يكون قاعد في البيت برضه معيله. في اشكال من المعيلات والمطلقه باولادها. فظهرت لنا الصوره بعد الثورة وانت طالع في الريف عاوزة يد العون. فبنت البلد دي المتعلمة السهل أوي تحصرهم، ولا بالكلام العادي، تعرف تقول أنا عيانين محتاجين ادوهم حاجة بينهم وبين بعض. تمام. توصل للجهات اللي بتعاون، بتعمل لها معاش، معونات، واخد بال سيادتك، بطريقة بترفع من شأن بعض الأسر المعدمة.
الحقيقه انه على مدار السنوات الاخيره في اهتمام كبير جدا بفكره تمكين المراه على عده مستويات يعني. بالظبط. حضرتك بتشوفي ده ازاي، وايه اهم الاليات من وجهه نظر حضرتك للوصول فعلا للتمكين؟ التمكين يجي ان انا اختار من نفس الحته اللي فيها احتياج للخدمه، وادي كل امكانيات الوسيط ده اللي هو زي الاداره. دي حاجه تانية، في نوع من المكافحات اللي ادخل نظام التعليم على كبر، تعليم الكبار، وبرضه تدخل في عمل تطوعي، فاقدر امكنها اديها حي، اديها جمعيه، واحده نشطه اكتر قوي. خد بالك تقدر تجملك الحرفيات ونعلم يعني الحرف الصغيره، وننمي المراه عشان عاوز تزود دخلها. اول مش عارفه عندهاش مهاره انا منيها اعلمها، يبقى ليها مصدر دخل. فتمكين هو مين هيحس باوجاع المراه الا المراه. صحيح. مهما قلت لي في المجال، بس مين اللي من نفس الطبيعه تحس. واخده بال حضرتك؟ فالتمكين جاء على ان نختار قيادات ريفيه لها باع، لها بصمات، ساهمت في ازمات، ساهمت في حل مشاكل قريتها، وامكنها تاخد سلطه، امكنها تبقى قائده، تبقى رائده في المجال ده. التمكين وفي نفس الوقت هتلاقي بالاحتكاك ان المراه الريفيه عندها قدرات، بس الجاريه عليها سطح تراب. لما انزل انا واحتك الاقي واحده شاطره في الحته دي، واقدر اكون منهم فريق، دي يعني اديك. الجماعه اللي بتخرجوا كلهم كليات تربيه واداب وقاعدين من غير عمل، ما نجمع ممنوع نعلم الامهات، مش هقول لك الاربع والمدرسه، علم الامهات اوعيهم ان هم اللي بيربوا. طبعا تاني مش عاوزه تتعلمي قرايه وكتاب، اتعلمي حرفه، اتعلمي صناعه النول. تمام. واخده بالك؟ السجاد اليد والحاجات دي. هنا التمكين ان امكنها يبقى ليها دخل، مش مقصود بالتمكين تمكين سلطه. ايوه. لا، انا امكنها يبقى عندها دخل، هي حريه نفسها، هي اللي جايباه. جزئيه انه الست تبقى عندها تمكين اقتصادي تحديدا، او يعني سواء بقى كانت بنت او سواء كانت زوجه ايا كان، عشان في ناس بتنظر لها نظره انه هي كده بقى ايه، الست كده بتبقى قويه زياده عن اللزوم قوي يعني، فبتبقى قويه حتى مع الرجل. نوضحها دي بقى اجتماعيا، يعني المجتمع لما تكون الست فيها يعني قادره على ان هي تكتسب مهارات، او تحديدا يعني يبقى معاها ماديات، ده مش معناه ان هي تكون قويه يعني على الرجل يعني، او تبقاش محتاجه حتى للرجل يعني. هي اكتر واحده هتبقى قناه جيده بتحس بالاخر وتوصل هذا الاحساس للجهات. تصر يتعامل هنا مشغل، لان عندي 3 و4 و5 بنات وشطار في كذا كذا، واي بنعرض حاجته في المعارض. انا بقنع المسؤولين ان في مهارات ممكن تمكن المراه يبقى ليها دخل. ده انا بعتبرها التمكين غير مقصود بالمرياسه ولا قياده حاجه، ولا عدم الاحتياج كمان للرجل، لا هي بتحتاج في كل الاحوال، محتاجه للرجل. واحيانا الاحتياج من العدد الكبير ما بيكفيش، لازم دخل تاني. خد سيادتك حاجه تاني، توعيه تنظيم الاسره. لما هي بتعاني من الفقر هتقدر تنصح، تقدر تنصح الجيل الجديد اللي داخل على التجربه، والجيل القديم اللي شغال، واخد بالك؟ ونقدر نحد المشكله منهم فيهم، هم اللي يقدروا يقنعوا. فترة الطفولة تعتبر من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، حيث تشكل أساساً حاسماً لتطوره الشخصي والاجتماعي في المستقبل. ففي هذه الفترة يتلقى الطفل العديد من التجارب والتحفيزات التي تساعده على بناء قدراته وتطوير
مهاراته. ولابد في هذه المرحلة من اكتشاف قدرات الطفل العقلية والبدنية التي تساهم في تكوين شخصيته. الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان، تصور حضرتك للتنشئة البيئية للطفل فيها إزاي؟ دي مهمة جدا. أنا أول بيت البيت بعلم أولادي دي كهرباء ما أجيش جنبها، يعني عشان أتجنب مخاطر مرحلة الطفولة اللي هو عنده فضول عالي. صحيح. دي حاجة. كبرنا وطلعت ماما بتوديني المدرسة وهي بتيجي تجيبني. جيت السنة بعدها إن إحنا نمشي مع أصحابي. جميل. جوه المدرسة. إحنا عندنا حصة زراعة، بنزرع. ما أجيش ألعب باللي أنا بزرعه. لا، ده عنده روح، هيعيط لما تيجي تخطفه، هتحرمه من الأكل. عشان يحافظ على البيئة الطبيعية اللي حواليه. أيوه. جميل. كنت إن أنا أقطف في الحيطة وأحفر عشان أعمل لي حاجة ولا بدور على حاجة، لا. مش وظيفتك، أنت تبني مش تكسر. التنشئة البيئية كمان بترتبط أكتر بأكتر. عندنا حصص الزراعة وحصص التعليم الفني والحاجات دي بتنقل الطبيعة. إزاي تنقلوا صورة البيئة بتاعتك، تنقلها للآخر. إزاي إحنا محافظين مفيش ورق يقع. المعلومة دي في عندنا بنمي قيمة النظافة والمحافظة على الملكية العامة، مش بس عشان حاجتي في بيتي ما حدش يلمسها. كمان الشجرة دي ملك للكل، مش الكل يجي يمسك طوبة عشان ينزل توت دي ملكية عامة، مش من حقك تبعث تبوظها وغيرك ما يرقيش وما ياخدش زيك. خد بال حضرتك. فدي بمدارس ابتدائي بعلم الزراعة، ربي كتاكيت، حاجه جماعيه. احنا هنا بنتكلم في مسؤوليه اكتر من جهه، يعني الاسره شويه، المدرسه شويه، لا بس تتواصل بقى ده. الاسره تكملها المدرسه، ايوه، تكملها المؤسسات اللي مقطع في المجتمع بتاعها. يعني لما يجي واحد في مصلحته او في وظيفه يعمل مشروع زي ده، طلعوا له رحله علميه، شفنا ايه في الرحله العلميه، ننزل نعمل كده، والرب ده ما اجرش حق اللي بيفكر. ايوه. في النهايه انا عاوزه انسان مثقف كيف يتعامل مع البيئة. البيئة ما بتتعاملش سوري في التعبير بهمجية. أيوة. لا، دي كأنها إنسان عايشة معاك وبتفيدك. هو هنا طبعا يعني احنا كده هنقول ان احنا محتاجين نوعي الكبار كمان اللي بيوجهوا الصغيرين، يعني كنا بنتكلم عن الطفل فتنشئته الصغير هيروح يوجه لك الكبير. حلو. ما هو كده انت علمت كده. ما خدي بالك، جيل اتربى على عادات الكبار. عاوزه تغيري، امسكي الجيل الصغير. العكس يعني. اوكي. يعني ممكن الطفل هو اللي يروح البيت يغير حته تعليميه. الكبير والله قالوا لنا كده، عملناها كده، كنت انا بتصادم احيانا مع اخرين. دي على فكره دي كتير قوي بتظهر في طريقه التعامل الام مع الجده بقى، تقول لها كده غلط، تقول لها لا يا ماما هو ده الصح، ده الحديث، يعني ده المظبوط. يعني ازاي؟ ولا اشوف وجهه نظر ثانيه، اشوف طريقه ثانيه. واخد بالك ازاي؟ يعني عاوزه تجددي، امسكي بالصغير وجدديه. هيفرض رايه مع الايام، فكرته تمشي في البيت. الام تقول لها ده حاجه بتوفر. واخد بالك سيادتك؟ طب هي التنشئه البيئيه دي واحده ولا بتختلف من مجتمع لاخر؟ يعني في اسس وفي اختلافات؟ لا، هي ثابته. ده كائن حي بيتنفس زيك. ليه بتقطع له؟ ليه بتحرمه من الميه؟ ليه بتحرمه من ان يبقى متواصل مع الارض بتجيب له غذاء؟ يعني جسديه الاطفال انه ده كائن حي. تبدا حد يخطفك بمنطق وبطه ويقتلك، تتجسد فيه. نطلع شعب مثقف، نحافظ على الملكيه العامه. احيانا ممكن يبقى في بيئه فيها مخاطر تؤثر على صحه الطفل، يعني زي ما كنا بنتكلم من شويه عن انه حضرتك لمستي مثلا في بعض المجتمعات الريفيه بعض المشاكل البيئيه. التعامل ازاي فعلا مع المخاطر دي؟ وهل هنا برضو احنا بنوجه الطفل ولا يعني مسؤوليه جهات اخرى بقى؟ ايوه، بالتعاون. يعني الجهات الاخرى اللي ممكن تعلم حاجه اسعفها ازاي. مثلا الحريق. اديك مثال بسيط.
اتعملت مرحوم زويل. هو عنده تطلع في المعمل، بيحب اللي بياخدوه في المعمل يجربوا في البيت. البيت الريفي كله مسؤول بايه؟ بالجريد بالورق. فطبعا والده راح يصلي الظهر وهو قاعد ولع نار وسعت منه وطالت الايه؟ طالت السقف وعشب ناشف جف وولعت معه. على ما جه من بره والده ليه ايه؟ البيت محروق. يا خبر. صح، عقاب ما تعملش كده، كنت انت هتروح فيها ومش ممكن كده، بس عاوز عمل يبقى في هواء. ايوه. مش مكان معد ان اي كل الحاجات اللي فيه الشعب عندها سعاده شعب معاك ايه، لكن هو طلع لنا باحث. ايوه. يعني كمان ما كبتش الحته الابداعيه منه. بس نوجه بالرقابه، اساعده بدل ما نعملها هنا. طب ايه رايك نعملها في المكان ده مفتوح؟ لا نعملها في المكان ده يساعدنا. اعملها جنب المطاف يساعدني تنقذني في اول الامر. وادي له صور تطفيه الحرائق بالتراب بالرمل بالميه، في مواد كيماويه خفيفه تطغي على الحريقه. ادربه بدل داخل الموضوع انا ابقى معاه. المثقف اللي عندي زي اواجه المخاطر مع اللي بيتعلم. ايه تاني انواع مخاطر بيئيه ممكن تكون بتحيط بينا واحنا ممكن ما نبقاش واخدين بالنا او مش مركزين ان احنا نوجه اطفالنا ليها؟ والله ابسط حاجه حضرتك، غسيل بعد خروج من الحمام. كل نشاط بيعمله الطفل بيتلوث بدون ما يدري. غسلت ايديك تبقى احنا ديننا دين طهاره. صحيح. فدي نثبتها فيها. غسلت ايديك يقول لك لسه هغسل، لا ده شيء شرط اساسي تغسل ايديك. والضوافر. الناس اهتمت بس ساعه الكورونا. وبعد كده رجعت لان احنا ما تنشأناش عليه، عشان كده مش ثابته، لكن بتبقى عاده من الام في البيت مثقفه الواعيه نغسل ايدينا. وبعد كده تعالي مشكله الميه كانت زمان مشكله في بعض البيوت، او ده بتتحل بالوصلات الخير والناس اللي بتتبرع. بقدر الامكان بنقدم. يعني انا غسيل المواعين في الريف كان ازاي؟ في الترعه. لا الترعه كوبايه كده، ولا نقول عليه شفشه، ولا نقول عليه بلاستيك، تغسلي 7 8 9 كوبايات ازاي؟ خد بالك ازاي؟ طب اخرف عليها تاني هي لسه ما اتنضفتش، بس السلوك ده العيل لو شافه يقول لك ما انت بتعمل كده. بتعاقبني انا ليه؟ خد بالك؟ يعني مقومات النظافه، مقومات الخطوره نعرف وفريها وانت بتتكلمي عشان العيل يتعلم صح. دراسة حضرتك لأنماط التنشئة الاجتماعية في مجتمع محلي بدوي ومجتمع محلي ريفي، وضحي لنا الفرق. لا فرق كبير. انت هنا بتتعاملي مع نبات ايا كان نوعه، وهنا بتتعاملي مع حيوان بيتنفس ويتعرض لمخاطر وممكن تفقديه. ده مختلف عن مختلف، وقيمة الشيء اللي بتربيه بيختلف من المجتمع الآخر. أنا راعي البقرة والجاموسة والعجل الصغنن والخروف والمعزة، ده رأس مالي. أيوه. يعاقب عقاب. كان الستات بتضرب في البدو، تعمل عندها خسارة أرواح. أيوه. ده رأس مال بين السماء والأرض، أنت تحافظ عليه. التاني بقى تحافظ على الزرعة تطلع قوية، وتحافظ في تخزينها، وده كله التعليم برضه بالايه؟ بالتجارب قدام الاولاد عشان يقوموا بدور البديل للاب في حاله عدم وجوده او مشغول في حاجه ثانيه. خد بالك ازاي؟ كل واحد في حسب تخصص الماده اللي بيتعامل معاها بتكون العقوبه. وبعد كده التعليم عشان تكتسب خبره مش عاوزه سن. خليك مصاحبه بالكبير اللي بيعمل السلوك ده وانت هتكتسبيها منه، مش بالسن ولا بالتعليم. ممكن ابقى جاهل بس نبيه. صحيح. نبيه بيعمل اعمال الكبار لانه ملاحظ جيد ودقيق في السمع، فبيسمع اللي بيتقال وبيشوف اللي بيتعمل فيلقط المهنه.
علم الاجتماع والأنثروبولوجيا هو الدراسة العلمية للمجتمع البشري التي تركز على المجتمع والسلوك الاجتماعي البشري وأنماط العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي وجوانب الثقافة المرتبطة بالحياة اليومية. فعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا يعد جزءا من العلوم الاجتماعية والإنسانية ويستخدم مناهج متنوعة من البحث. الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان، ممكن تكلمينا شوية عن عادات وأنماط البداوة من خلال دراسات حضرتك المختلفة؟ طبعا خدي بالك، البدو بيتأثر بالبيئة اللي هو نشأ فيها. يعني البدو العبادة البشرية أنا درستهم عاشوا في الصحراء. في بدوسين معاهم البحور والأبحار المختلفين، شطار يعوموا البنات، شطار يعرفوا يصطادوا. يعني المعروف بدوي يعني بيئة رعوية. يعني أنت عايشة في الصحراء، لا في نوع آخر عايش في الساحل الشمالي في الأجزاء غير عمرانة بالبني آدمين، عايش وحده. بتقوم زيك وبتعمل مع السياحة نظام الإيه، قولي معايا، الغطس بالظبط. واخده بالك، هي بطريقة أولية بس ناجحة معاه. واخده بالك إزاي؟ فالبدو بيختلف حسب البيئة. بداوة إيه؟ ساحلية، شاطر في الساحل وشاطر في السمك، وصنفوا زي بداوة ساكن صحراء جرداء وعايش على المية، بتتنقل من على بعد 3-4 كيلو. ازاي احافظ عليها وازاي احفظها بتختلف. بس هل ده هنا برضو بيأثر على سمات الشخصية نفسها؟ طبعاً. لأنه يقال مثلا إنه البدو بتوع الصحراء بيبقوا شخصيتهم جامدة قوي كلهم. معظمهم عنده الصبر، الصلابة، التحمل، يعني قليل ما تشتكي. سواء هنا أو هنا. واخد بالك؟ سمات يعني البيئة، يعني الساحلي مش بيختلف، مش بيبقى أرق يعني في المشاعر. الحاجات دي بتتجمد في الشتاء مثلا. ما فيش بديل ليه. عندي ايه؟ عندك ايه مهارة تانية غير الصيد والجو ما عندك؟ فاهمة ازاي؟ ايوه. راحوا عملوا كافيتريات، راحوا اتعلموا وعملوا كازينوهات. روحوا شوفوا الساحل الشمالي عملوا ايه. ما استنوش العيال المتعلمين مهنة ابوهم، كله خد من مهنته وعدل منها. عمل كافيتريات السياحة، جاب المشغولات وجمعها عنده، عمل مشروبات مستوى على مستوى الجمهورية، كافيتريات. المشاريع السياحية مين اللي قايم بيها؟ معظمهم البدو. العادات برضو والأنماط هنا تطورت مع تطور الزمن يعني. طبعا. لا ده اتعلم، المخ اشتغل. التقليدي على التقليدي. حضرتك يعني التقليدي احنا نشأنا كده وبنعمل دي كده. وفي حضرتك تلاقي في أنشطة تقليدية معروضة وفي ناس بتحبها كزينة في البدو الشماليين. وفي اللي طور نفسه في ضوء تعليمي، في بدو تعلموا جات من متاع في عمل فنادق. واخد بال حضرتك؟ المدخل شكله بدوي، يجيب لك النور المدخل الديكور يعني، والحياة حياة أوروبية من جوه. خد بالك؟ وشاطر بيجيب اللي يطبخ أوروبي واللي يطبخ محلي. في ناس بتحب ده، يعني السائح ده اللي عاوز يتعرف على الأكلات الجديدة. أيوه. فيحب الأكلات البيئية والمشروبات البيئية دي متوفرة. مين يعملها؟ يعملها دايما البدوي المتعلم. تمام. ومع ذلك بيحافظ على الزي التقليدي باعتباره الهوية بتاعته بتميزه عن آخر. ده بقى ما حصلش فيه تطور، ده زي ما هو. الهوية دي شيء أنا فرحان إن أنا بدوي عشان عندي قيم بتختلف عنك. خليني هنا أسألك برضو عن العادات الخاصة مثلا بالزواج لفئة معينة؟ البدو يعني هل تطورت مع تطور الزمن ولا لسه زي ما هي؟ لا، يغلب عليها. ليه بقى؟ في ضوء ما حصل في المدن الناس اختارت بعد، بدأت الماديات تدخل في العادات والتقاليد والقيم. ادفع كام لا، انا اخد واحد عنده اخلاق تشترى بالفلوس، انا اديله بنته هيصونها. مش ياخد واحده يبهدلها وشغاله كذا كذا.
مش هينفع تعمل كده. مين اللي يعمل كده؟ القريب. انت يا ابن عمها فاهم الاصول، مش هتتهان بنتي. عشان كده المجتمعات المتطرفه دي بتمسكوا ببعض اكثر تمسكا. ليه؟ لان في قيم الاثنين بيحترموها. حاجه ثانيه، ابن عمها لا تخون ولا تسرق، ده لحم ودم. أرضه واللي أنا ليا فيه، أنا بنت عمه قبل ما أبقى بمراته. في قيم أصيلة ثابتة راسخة في الدماغ. حتى لو مش متعلمة بس فاهمها، شافتها الأم والجدة قدامها. بس بحس إنه مش عارفة هل ده لا زال لغاية دلوقتي. مثلا بفتكر المسلسل بتاع سنبل لما اتجوز البدوية زيبة، يعني كانوا برضو متمسكين بأكل معين كده اللي هو البدوي ده. يعني ما حصلش عندهم تطور حتى زي احنا دلوقتي مثلا بناكل هندي وإيطالي وكل أنواع الأكلات يعني وصيني. هم ما حصلش عندهم الموضوع ده ليه بقى؟ في معتقد ان انا بعمل مثلا جوز الصيبه دي بتساعد على تكتل الديدان وتنانا، فانا متمسكه بيها. متمسكه بالاكلات دي اللي بتفيدني. او مش بيجاروا العصر والوجبات السريعه بقى والحاجات دي. لا، الجيل اللي طلع وتغرب ممكن يطلب التعديل بس يقول على قدك، بس انا برضو باكل ده القديم. في معتقد شعبي ان الطبيعي ما يضركش، اللي طالع من الارض ما يضركش، اللي مربيه على ايدك ما يضركش. لكن التاني صاحبنا بتنطط بره وتعلم بره مش ثابت، ولا المعتقد عنده قوي، التعليم هزه. فالمعتقد الشعبي لدى القبائل الجاهله يبقى اقوى، تقليديه اقوى. ما اعرفش اقرا واكتب بس علمونا كده. يقول لك علمونا كذا. طب ما هو ده كده ما يعتبرش ضد التكنولوجيا الحديثه يعني والتطور؟ طب انت خدها انت التكنولوجيا الحديثه، انا مش شبعي. طب لغايه دلوقتي في ناس على الرحايا. يقول لك انا عايش على الطبيعه، هو فعلا هو فعلا. طب ايه رايك فينا في اتجاه العوده للطبيعه؟ فعلا في ناس بتنادي كده. يعني لفينا وطلعنا ورجعنا تاني زي اجدادنا ما كانوا شغالين. ايوه واخد بالك؟ انا ما احكمش على المجتمعات البسيطه اللي متمسكين بعاداتهم، ان هناك في معتقدات شعبيه اصيله، ان في بعض حاجات في الطبيعه ما تضرنيش، انا اللي اعتمدت عليها وتربيت عليها وربوني عليها، سهل قوي تغيريها. ايه المعتقد انا ببقى مقتنعه بيه عقليا، صعب قوي تعب. عاوزه تغير العقليه، اقول لك ابداي بالاطفال. التكنولوجيا هي علاج للتلوث ايا كان نوع التلوث، ولا لا ممكن يبقى في تكنولوجيا وبرضه عايشين في تلوث؟ لا، التكنولوجيا ليها مراحل. انك تغسلي وتعطري وتمر المرحله الاوليه وترمي القشر، فلنفرض انتوا كده. المراحل دي بتقلل نسبه التلوث. انا بتاعتي خطوه واحده، اديه وحط مثلا اديه وحمل بسكوت. يا ترى ايدك بقى كانت هي ولا المكنه معجون؟ فاهم قصدي؟ تاني في المراحل بتخفف بقدر الامكان من التلوث. تمام. مرحله بيغربل واخده بالك. المراحل دي اما اللي بتعلم دايركت، اللي انا بعمل فيها هي ثابته. مره انسى ما امسحهاش واسيبها في الهواء، مره عليها بفار فرصه، البيئه مفتوحه. انت فاهم قصدي؟ ايوه. التكنولوجيا مش تلوث. يعني كل ما تطورنا تكنولوجيا بس مع مراعاة بعض الامور نقدر ان احنا نقضي على التلوث تماما. يا ريت. التصنيف ابدا بالجيل الجديد يمشي معاك في التطور. يعني ما تعلمش جيل حاجه الصوان اتربى على كده بعد 50 سنه يقول لك لا ما تعودناش على كده. ايوه، هي دي الفكره، يرفض التغيير. نتكلم شويه بقى عن المجتمع النوبي وثقافة النخيل تحديدا، لأنه النخيل ده روح النوبيين مش كده؟ لا، ده روح كل اللي بيزرع النخيل. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بيت من غير تمر أهله جياع. صحيح. من الثمار اللي بتتخزن. أيوه. فيبقى دايما بيتك عمران بأكل، طفلك عيط. لو رطب زي انا شفت في الفيوم بلح الرطب جميل، عملت تشرب في الفيوم
لكن احنا عندنا في اسوان يميلوا للتخزين. شوفي بقى الاكلات، الست هي والده ما ادراش حلبه على طول. حاجه اسمها المغلي. اجيب نوع بلحه، بلح تحطه في اناء فخاري عشان ما يتلوثش بالمنظم، تغسله تحطه، وهي بتغسل تحطه على نار هاديه في الفرن. يطلع عباره عن مربى عسل، مربى بلح. تاكلها الست النفاس اللي في حاله النجاح عشان تعوض ما فقد من جسمها. تمام. شوفوا قيمه البلح بقى، في السكريات قد ايه، وفي فيتامينات قد ايه، وفي بروتين قد ايه. دي بتعيش عليه كل السكان الصح من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك ازاي؟ ده اكله، ده في النفاس في الاولاد. في رمضان ما نفطرش الا على البلح، نبين بالذات. اعمل حاجه حلوه، مربى بلح برضه. اولا الثمره تحت ايدي وانا اللي مخزناها، ما بشتريش، موجوده تحت الطول، سهل استخدامها والتحكم فيها. الحلو حلو والحلو حلو، سواء بقى اطباق يقول لك ايه زي اليميش، واخده بقى حضرتك، ومشروبات بقى الكركديه الاسواني بقى يعني لا انا بكلمك على بقى هم جميلوا الى ما هو طالع من الارض. كلمينا شويه بقى عن الطقوس والعادات الخاصه مثلا بالزواج. هو ممتع ومكلف، بس عادات تعودوا عليها، يعني لسه زي ما هي ما اتطورتش بقدر الامكان. ما دخلوش على الجديد بقى لا 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 لا، في اللي عاش في المدينه بيعمل ميكس بيجمع بين الروح النوبيه بس بصوره متطوره. الفرح في النوبه بيبدا من قبل الفرح ب7 ايام، سواء العروسه او العريس. طول اليوم يطبلوا ويغنوا، والرقص هناك رقص جماعي مش فردي ووسط، لا جماعي. خطوتين قدام خطوتين ورا، ستات ورجاله صف واحد. واخد بالك؟ ويا الغناء بيغنوا بعض، يا واحد منشد، هم ماشيين على خطوات. خطوات ثابته، 1 2 طلعت، 1 2 ترجعي تاني. الحركه جماعيه. الافراح فرحه، الافراح بيشارك فيها الاهل، عشان هنا ما تيجي القرابه. في النوبه الخال قوي، يختار مع اخته، اختار. طب ما هي الدرجات المفضله في النوبه؟ هديك بقى معلومه اخطر. قبل دخول الاسلام اللي جماعه اللي هناك هم زالوا كده، في حاجه اسمها الانتساب الاموي، الانتساب الامومي، ينسب الطفل لامه. ليه؟ انا قريت في الجزيره العربيه كان عندهم رحله الشتاء والصيف بتاخد 3 سنين، رايح 3 سنين. لو كنت اسافر الرحله دي وسايبه حامل، مين اول هتطلع البيت ترعي وهتزرع، وطفل يتولد يجي يلاقيه كده. الثقافه بقى الناس مين بيساعدها في كده؟ اخوها. النوبيين قالوا مين اللي بيتعب؟ مين اللي تعبت لعبه الدورين في وقت واحد في 3 سنين؟ الام. فينسب للام. مين اللي يساعد الام شايف اختها تعبانه؟ الخال. يورث الخال. انسب، ما هو لسه مات. انسب لامي، ارث في ملك خالي. حتى لو عنده هو اولاد؟ مش بس ما هو بنحرر ويرثوا من خاله، ما العمليه سلسله واحده. يعني انت ما بتاخديش نموذج واحد. الخال ده انا ورثته، ولادي انا هيورثوا خالهم. ولاحظتها بقى في النوبه مجسده، كل ست تجيب بنت، تبنى اولا هناك في مدى الصحراء، وفي كل بيت والبيت تطول واسعه، تبني اوضتين قدامهم طرقه وباب، كل بيت بتجهز لها شقتها لما تتولد. الام الام دليل على ان بنتها الجواز بتجوز في سن مبكر صغيره، فجوزها معايا عشان اساعدها لغايه ما تشد حيلها.
الجواز بيبدا من 9 10 11. طب اخبار الانجاب ايه؟ بيجيبوا ولاد كتير ولا في لا دلوقتي وعي بقى؟ لا دلوقتي الجيل اللي فات ماشيين زي زي الفلاحين عادي، واخد بالك؟ بس هم النوبيين عندهم طباع، الشباب بيتجوز بدري بس عشان اكون نفسي اروح اسافر. عندهم هجره داخليه، يجوا للمدن. عندنا اكتر تجمعات هجره السويس، محافظه السويس، عابدين، فيها تجمعات نوبية، اسر عائلات، ده بيجيب ده بيجيب ده، واخده بالك؟ هم هناك مفيش الا الزراعه. ايه البديل؟ عاوزه انفتح، وبعد كده الدول العربيه عمروها. واخده بالك ازاي؟ الميزه العلاقات قويه. بدل عندي اخ في السعوديه ابن جاري للشيخ، وبعت له شوف لي شغلانه واستضيف عندي اسبوع لغايه ما الاقي لي شغل، وبعد كده اسيبه. البحث العلمي في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا يعد ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة، كما يعد أيضاً السمة البارزة للعصر الحديث. فأهمية البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدركت أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية. الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان. خلينا نشوف رؤية حضرتك للعولمة ما بين إيجابياتها وسلبياتها، وإلى أي مدى ليها تأثير على الهوية وبشكل خاص على الشباب. هو للأسف مدخل سيء للدول النامية، لأن احنا برضو ما عندناش ثقافة عشان نقدر نفرز ايه اللي هيفيدنا واللي ما يفيدناش، وناخد الحاجه برمتها. في حين الاخر ده بياخد منك، بياخد احلى ما عندك واقوى ما عندك، لكن احنا بناخد كوبي بيست. بدليل عرفوها دي نقطه ضعف الدول الناميه، فيها عدم الوعي والفقر الثقافي بصوره واسعه، فبيصدر او بساطه كرتون بتاع الاطفال. ايوه، احنا ما نقدرش نعمل كرتون، نقدر نعمل، بس احنا بنستسهل. انا اجيبه واخد الفكره واعملها اعربها، ليه اجيبها برمتها، ليه اترجمها. بس احنا كان عندنا نماذج، يعني كان عندنا بوجي وطمطم ما استمرش ليه؟ انت بتقلدي نموذج في خيالنا احنا. بكار كمان، وبكار في خيالك ان ده النموذج. كنت راضيه عن بكار؟ كنت مبسوطه ببكار؟ حلوه بكار، ده كفايه ان لابس لبس النوبي بقص الهويه ثابته. نشوف النوبيين مهما دربوا مهما هاجروا بيرجعوا ألف ياخد بنت البلد، يرجع ألف ياخد قريبته. ينفع بس احنا مش عايزينهم نبقوا منفصلين برضو، يعني احنا كلنا في الاول وفي الاخر مصريين يعني. هي هو ده عموما اقول لك حاجه، طب هي مجتمعات زي الريف برضو زي الصعيد وكده، يعني هي فيها عادات وتقاليد. هم لغايه دلوقتي الحته المميزه ليهم ان هم عندهم لهجه يتكلموا بيها قدامك، لو في واحده محدش يفهمها تميزهم. تمام. طيب نرجع للعولمه. العولمه للاسف وسيله من وسائل لقتل الهويه، اي هويه عربيه، هويه اسلاميه، اي حاجه، من خلال منتجاتنا، منتجات فنيه، واخده بالك، منتجات علميه، تكنولوجيا. يعني حضرتك مش ضدها لو احنا هناخد الايجابيات بتاعتها بس؟ ولا احنا عارفين عقول ممكن نعمل زيهم واحسن كمان، ما كنا بنعمل احسن. بدليل يعني هم لغايه دلوقتي بيقولوا قدماء المصريين اللي عملوا ده كله. يبقى يبقى دي انتوا مش اجدادكم، الاحفاد مش عارفه تعمل ايه. لغايه دلوقتي السر التعقيم والتحنيط تحميض عارفين، اوروبا مش عارفاه. انحراف الشمس في فبراير على وش رمسيس في النوبه بزاويه معينه، هقول لك ايه، ولا عالم فيزياء يعمل، شوفوها من القرن الكام. ايوه، ولغايه دلوقتي مش عارفين يعملوا زيها. يبقى احنا في عقول، وذلك هم انكروا بقى ايه؟
انتوا مش احفاد الفراعنه. في عقول قبل كده صدرت، المفروض انت تورث منه، تكمل عليه، مش اقطع واروح اخد الغريب. فاهمه ازاي؟ لا. خلينا نتكلم شوية عن الفن. يعني بتشوفي الفنون في المجتمعات بيكون ليها دور شكله ايه؟ لانه احنا عندنا الوان كتيرة قوي مختلفة من الفنون. هل احنا بنستغلها فعلا؟ والدور هنا من وجهة نظر حضرتك في تغيير المجتمعات ولا في تعديلها ولا في ايه بالظبط؟ بالعكس، ام كلثوم كانت احد الادوار اللي لعبت في تجميع الذهب، وراحت اوروبا وراحت فرنسا وراحت انجلترا والكل اعجب فيها. لعب الفن الناعم في مصر دور كبير في الحرب. ايوه ده بالك، وما زال. ما تكررش تاني. ايه جينا ام كلثوم وبعد كده وقفت، ما كملناش ليه؟ فاهمه ازاي؟ يوم كازينوهاتنا فيها ايه؟ مش كلها حاجات اوروبا. حتى الصغيرين تقدري تفتحي على فيلم عربي قديم، طب افرح هيقول ايه؟ لا، ده الاحدث، يجيب لك اجدد. الكرتون كله، انا حزينه على الكرتون. احنا متساهلين في قتل هويتنا. كفايه اللغه العربيه يا شيخ، لغه القران. صحيح. بس في نفس الوقت الحمد لله لغه القران في المناطق البسيطه التقليديه مره واتنين عرضوا قريه بحالها اطفال حافظين القران، حافظين المصحف ما شاء الله. يعني في اتجاه تاني معارض. ايوه كمان ازاي؟ هل نقدر نقول ان الحضر اكثر تاثرا بالتغير اللي بيحصل في الفنون من الريف او البدو او كده؟ للاسف للاسف. يعني مثلا مش هنلاقي في النوبه ولا في المجتمعات الريفيه البسيطه الاغاني مثلا اللي بنسمعها هنا دلوقتي بقى اللي هي المهرجانات والحاجات ديت، يعني مفيش. لا، النوبه مفيش اغنيه خارجه عن اطار لغتهم يحفظوها، تراثهم موجود طبق الاجيال. ده انا بس حضرتك يعني والمجتمع النوبي يعني مثلا ما بتسمعيش غير النوبي ولا بتحبي؟ لا، انا النوبي اذا دعيت لفرح. لكن انت تحبي مين بقى؟ تحبي تسمعي مين؟ عندنا الملك محمد منير. ما هو غنيش نوبي بس اللكنه غالبه عليه. اكيد. كلامه عربي يعني المفروض. مين بس تاني؟ بس مين تاني غير منير؟ يعني ما بتحبيش تسمعي اي حد غير منير؟ لا 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 لا، في عندنا اللي بيقول قصايد عبد الحليم حافظ قصايد، وانا جيل عبد الناصر، جيل عبد الحليم حافظ. كله قصائد، كله غناه جميل. غنى العاطفي وغنى الوطني جميل. عبد الاصوات، واخده بالك ازاي؟ لكن برضو مش عاوزه الكل يجاري الموجه الاوروبيه، الموجه الغربيه. نتمسك بفننا ونرقى بيه ونوصل للعالمية. حضرتك شايفة انه ايه اكتر التحديات اللي بتواجه الشباب والمرأة في الوقت الحالي؟ والله المرأة دلوقتي حصل ايه؟ ميكس بين الناس المنقادة للتقليد وفي اللي عنده استقلالية وعنده هوية وبحافظ. وده ليه أشوف معارض أصيلة اتكلم عن الفخار تشكيله مصر ازاي، اتكلم عن السجاد، واخد بالك ذلك. في نوع محافظ، اتجاه محافظ، وفي نوع ماشي مع التيار. مين اللي هيسمع أكتر؟ اللي ماشي مع التيار بالعقل. ليه بقى؟ ليه دايما ده فعلا اللي بيكسب؟ عشان التغيرات اللي احنا شوية تغيرات سريعة، فبتدوس الأصيل واللي بيتلمع الأضواء تلقى عليه بياخد بريق الأول. بس المفروض يموت بعدها، يعني ياخد كده ما احنا بنتمسك بيه ويطلع جاي ونتمسك بيه. ما تخليك انت ميكس، ذوق، خلي ذواق، ذوق طعم فنك. اي نوع من الفن مجده. لا، الفنون بتعمل دور حلو قوي
في الأزمات، في الحروب، إن في هدف بيغني الإيه؟ للتحفيز. تمام. لحفز الهمم. طيب. واخد بالك إزاي؟ في المناسبات الوطنية. ده أنا في لغاية دلوقتي أغاني لما بسمعها عشان أعصاب تطاقمتها أبكي. ايوه. مصر بتتحدث عن نفسها. طبعا، يا سلام. شوفوا كلام الشاعر، التجربة الشعرية تألم للموقف، وشوف الشعر وقوه وجماله. ليه نسيب الحلو ده، نسيب الأصيل ده؟ لغاية دلوقتي أسمعها في المناسبات أعيط. نرجع تاني للتحديات، يعني ايه اكتر تحديات حضرتك شايفه انه الشباب والمرأة بيواجهوها في الوقت الحالي؟ للأسف التحديات المفهوم المادي للحياة. ده قاتل. صحيح. بس هرجع أقول لك اللي حواليه كله بيتكلم عن مادة، وهيبقى متخلف عن مادة، بس تبقى مادة بقيم، ما تبقاش مادة جوفاء وصنع. أنت بكام؟ لا. أقدر دي بفن بقيمتها، أقدر بخبرة، أقدر أختبر سيادتك، يعني أجمع بين القيمة وثمنتها ودورها في المجتمع مع التجديد. أنا بقول لك ما تجيبش الصور القديمة وتحطها، غير في القديم، اديله روح العولمة عشان ما تضيعش في الفوضى اللي موجودة دلوقتي في العالم. ما الريتم السريع ده بخلينا نقع كتير. صحيح. احنا مش ملاحقين من كتر السرعة اللي المجتمعات بتشوف، واحنا بنهاود السرعة. وارجع اقول ايه؟ يا رب اهدينا للصواب. عالمة جليلة لها بصماتها الرائعة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. أثرت المكتبة العلمية بعشرات المؤلفات والأبحاث والدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية. إنها الأستاذة الدكتورة نجوى عبد الحميد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان.